بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وسعادة. النهاردة هنعمل سمك بوري مشوي. هنعمله من غير ما نشويه في الفرن، وهنشويه على عين البوتاجاز بمنتهى السهولة خالص، وبدون اي دخان ولا حاجة. وهيطلع معاكي كده ما شاء الله زبدة، وبيتقشر ومستوي من جوه. وطبعا مش هتحتاجي تنزلي الشواية ولا اي حاجة. ويلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمل ايه. في البداية يا حبايبي، اول حاجة هنعمل التتبيلة. هجيب فلفل حامي وفلفل بارد وحبتين من الليمون. هفرم بس الفلفل كده على جنب الاول في الكبة، علشان يبقى ايه متفتفت كده، وانزل عليه بمعلقة كبيرة من التوم. انا عندي التوم جاهز فما حطيتوش في الكبة عادي، نزلت بيه في التتبيله كده. حطيت على التتبيله معلقه كبيره، كوبايه كبيره من الميه، ومعلقه كبيره من الثوم، وكمان معلقه من الملح، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الكزبره. وهبتدي بقى اعصر الليمون بتاعي. ممكن تضربي الليمون في الكبه عادي، بس تشيلي البذر منه علشان ما يعملش مراره معاكي. وبعد كده نعصر ليمونتين بالشكل ده. هنزل بمعلقة من الجزر المبشور كده، بتدي لون حلو جدا للتتبيلة. وهضيف حاجة تانية بس هضيفها بعدين. دلوقتي جبت الردة بتاعتي اللي هي نخالة الدقيق، حطيتها قدامي كده، والسمك غسلته كويس من الخياشيم علشان بتبقى فيها طينة كده، بالذات السمك بتاع المزارع بيبقى الخياشيم بتاعته مش نظيفة، لازم تغسل كويس جدا. وابتديت بقى ابدره كده بالردة كويس جدا، ما سيبش اي مكان ما عليهوش ردة زي ما احنا شايفين. ولازم تعملي المرحلة دي وهو لسه مبلول، علشان الردة تمسك في السمكة كده وتتشوي معايا كويس جدا، شوية تمام، ويبقاش فيها اجزاء مش مشوية. ما شاء الله. يعني الطريقة دي بتسهل عليكي ان انتي تشوي سمكك في البيت بنظافة، وما تضطريش بقى تنزلي تروحي الشواية وتدفعي فلوس فوق السمك، فوق تكلفة السمك، وفي نفس الوقت هلبس وهنزل او ابعت حد في نفس الوقت بتغسلي حاجتك وبتنضفيها، وبتوفري من كل الاتجاهات يعني. هشوي السمك النهاردة ازاي بقى؟ هجيب الجريل بتاعتي. يعني اغلبنا دلوقتي بقت متوفرة عنده الجريل الدبل. بنجيب بس معلقة من الزيت كده، وبالفرشة نوزعها في الجريل ونسيبها تسخن جدا لحد ما تدخن معايا. اول ما الجريل تدخن قوي، هنزل بالسمك كده بسم الله عليها. وطبعا السمك مش بيتقلب خالص الا اما اتاكد ان هو اخد لون من الوش اللي تحت، علشان ما يكسرش معايا. يعني اول تقليبه للسمك ما بقلبهاش، سواء بتشويه بقى في الجريل او في الفرن او على صاجه، اي مكان بتشوي فيه، او على مثلا لو بتشويه على الفحم مثلا في الشوايه. كل الطرق لازم تشوي السمك، ما تقلبيهوش على الوش التاني الا لما ياخد لون من الوش اللي تحت، وتأكدي انه احمر كويس جدا. بكده هيطلع معاكي السمك مشوي حلو، وكمان قشرته بتتقشر وما يكسرش معاكي، لان كتر التقليب في السمك بالذات وهو بيتشوي بيكسره. من وقت للتاني كده هقفل الجريل واسيبها مقفولة على السمك شوية، علشان ضغط البخار ده او ضغط الحرارة يعني بيخلي السمكة تستوي معايا من جوه، واللحم كده يستوي ويسيب العظم، وما يبقاش فيه اي سوائل حمراء جنب العظم بتاع السمك اللي هي الشوك يعني مثلا. فبيطلع معاكي مستوي بالكامل. شايفين اول مرة انا قلبت السمك كان لونه محمر من تحت كويس جدا، واخد لون الشوي الحلو. قفلت تاني كل شوية كده بقى في المرة. وبعد كده اقلب السمك، هقلبه المرة دي على الظهر علشان ياخد لون. هو اخد لون من الناحيتين، هقلبه بقى على الجنبين، على البطن مرة وعلى الظهر مرة، لحد ما ياخد لون من كل الاتجاهات. وكل مرة بقلبه بسيبه كده على الناحية اللي انا قلبته فيها حوالي دقيقتين 3.
على ما احس ان هو استوى واخد لون كده واتشوى معايا كويس جدا. اللهم بارك. واشوف بقى لو في جزء تاني محتاج يتحمر شوية بقلبه عليه. لسعة الشواية دي بتخلي السمك يستوي جدا، والقفلة برضو اللي هي بعملها من وقت للتاني كده على السمك بتأكد لي ان هو مستوي من جوه تمام. شايفين معايا تبارك الرحمن؟ معلقة الزيت اللي انا حطيتها في البداية بتخلي السمك معايا مشوي، وفي نفس الوقت بنكهة السمك المقلي، مش محروق ولا ريحته شياط ولا اي حاجة. والسمك كمان البوري بيبقى دسم فبينزل شيء من الدهون اللي فيه زي ما احنا شايفين. هجيب التتبيلة بقى والسمك طالع سخن موحوح كده من الجريل، وانزل بقى بسم الله كده على السمك بتاعي بالتتبيله التحفه اللي احنا عملناها. ما شاء الله تبارك الرحمن، الوانها تحفه زي ما احنا شايفين. هبتدي اسقي السمك بقى بكده واسيبه دقيقه واحده او دقيقتين، وبعد كده هبتدي انقله على طبق التقديم. بس هحرك السيرفيس بتاعي كده عشان السمك يشرب من تحت كمان من التتبيله التحفه اللي احنا عملناها، واقلبه بقى تحسوا كده ان هو متجرنش كده، واخد من الجزر والفلفل، وكمان حطيت معلقه من ورق الكزبره كده في الاخر بتدي ريحه حلوه وطعم خطير، مع الفلفل الحامي بقى الاخضر والاحمر وعصير الليمون والتوابل بتاعنا اللي احنا حاطينها للسمك الخطيره. السمك معايا ما شاء الله تبارك الرحمن بيتقشر وبيبقى في منتهى الطعامه. جربوا بقى يا حبايبي تشووا السمك في البيت على الجريل بالطريقة المميزة دي. انا متأكدة ان انتوا هتعملوها باستمرار ومش هتخرجوا بره تشووا السمك. سهلة جدا وبسيطة وما بتتكلفش اي وقت خالص، ومفيش اي دخان من السمك. حاجة لذيذة وطعمها حلو. وان شاء الله النهاردة يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير علشان الكل يستفيد. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.